السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جيت لكم بالبيتفور، وصفة سهلة جدا ولذيذة، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. وعاملاه كمان من غير المكنة، عاملاه بالكيس الحلواني، سهل جدا. اتمنى تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد فطر سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. اول حاجه هنا معايا كوبايتين الا ربع من الزبده. طبعا الزبده لازم تكون ساقعه، ما ينفعش تكون بحراره الغرفه او تكون مجمده. لازم تكون ساقعه عشان لو مجمده هتكسر معانا المضرب الكهربائي واحنا مش عايزين كده. فانا حطيت بقى ايه كوبايتين الا ربع زبده، وحطيت كمان عليها معلقتين سمنه. وبالمضرب الكهربائي قعدت اضرب فيه كويس لحد ما القوام بقى كريمي كده زي ما انتم شايفين. ولازم طبعا ننزل الجوانب عشان كله يتلم كده في الخليط مع بعضه. ومعايا كوبايتين الا ربع من السكر بودر، وخلطت بالمضرب كده من قبل ما اشغله عشان السكر ما يطرش. يعني حاولت المه وبعد كده بقى شغلت المضرب الكهربائي، وقعدت بقى اضرب الخليط كله مع بعضه كويس جدا لحد ما القوام كده بقى عامل زي كريم شانتيه. بصوا القوام بقى عامل ازاي، بقى عامل زي كريم شانتيه. ومعايا البيض وحطيت عليه فانيليا، معايا بيضتين. وطبعا البيض بقى نزله بالتدريج، حطيت اول بيضه لحد ما اختفت مع الخليط، نزلت بقى بالبيضه التانية. وهنا بقى كان معايا ذرة ملح بسيطة حطيتها على الدقيق، معايا 4 كوبايات دقيق. حطيت بقى الدقيق مع الخليط وقعدت كده الم العجينة كلها مع بعض، وحطيت كل الدقيق اللي معايا. وبعد كده بقى لميت العجينة بايديا كده. انا ما بعجنش، انا يا دوب بس بلم العجينة. ما ينفعش نعجن في الحاجة بتاعه العيد دي، البسكوت والكحك والغريبة والبوتيفور، ما ينفعش نعجن، يا دوب بس بنلم كده بايدينا، نحس ان العجينة اتلمت كده وبقت كويسة. وبعد كده بقى هنا انا معايا كيس الحلواني، حطيت فيه الخليط وعملت كده اشكال البوتيفور. احنا طبعا عارفين اول صينيه دي ما بتظبطش، يعني احنا بنحط وبعد كده بشيل وارجع تاني. اول صينيه دي ما بتظبطش، بعد كده بقى واحده على واحده بتبقى الحاجه نازله مظبوطه معانا. يعني بصوا انا ما عجبتنيش الصراحه اول صينيه دي، هلمهم تاني وهحطهم في الكيس تاني واعمل بقى من اول وجديد، هكون ظبطتها. بس بصوا الموضوع سهل جدا، بكيس الحلواني وعملنا بوتيفور، يعني مش محتاجين ماكينه وكده. بصوا بقى ظبطت الاشكال، وده كان نص الكميه اللي انا عملتها في الصواني. معايا بقى ايه، اخدت نص الكميه الباقيه الفاضله معايا، حطيت عليها معلقه ونص من الكاكاو وخلطتها كويس عشان يبقى معايا بوتيفور بالكاكاو. قعدت اخلط كده العجينه كويس بايديا برضو، يعني ما بعجنش فيها. ولميت بقى العجينه معايا كده كويس، لميت كل الكاكاو اللي في الطبق ولميته في العجينه. وحطيته برضو في الكيس الحلواني، ورصيت كده البوتيفور زي ما انتوا شايفين. وطبعا الصينيه اللي بحط فيها البوتيفور بالشوكولاته لازم احط فيه واحده بالفانيليا، واحده بيضه كده عشان نعرف السوا بتاعها. يعني عشان البوتيفورايه بالشوكولاته مش هنعرف اللون بتاعها، لازم واحده بيضه عشان السوا بتاعها يبان. وبرضو اللي ما تعجبنيش كنت بشيلها وبحطها تاني زي ما انتوا شايفين. ودخلتها بقى فرن على درجه حراره 160. يعني ايه بقى، وبقيت يعني اراقب السوا بتاعها. وطلعت وبقت جميله جدا واستوت. وهنا بقى ايه، كنت بزين البوتيفور. إيه، كنت بجيب البوتيفور وبحط فيه مربى مشمش، وبعد كده احطه في الشوكولاته، وبعد كده في الفارماسي. ونفس طريقه برضو كنت احط في البوتيفور مربى والشوكولاته. وكان معايا برضو سوداني مجروش، وكان معايا جوز هند. يعني عملت تشكيله كده. طبعا التزيين ده على حسب ما انت تحبي، وعلى حسب برضو المتاح. وهكذا بقى كملت الكميه. انا بس جبت معاكم كام واحده، كملت بقى الباقي مع نفسي. وده كان الشكل النهائي، كان جميل جدا وتحفه. اتمنى تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ومع السلامه.